عندي انا خرجت براءه نبيعهم ونعاون بهم الناس لانه الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولا يملك دينارا واحدا. سيدنا الله ينصرو خدام، الداخليه خدامه الان، الحمد لله تنشوف الامن خدام، قضيه المخابرات خدامه ما شاء الله. حتى حنايا نكونوا في جنبنا في جنب الحكومه ونزيدوا بلادنا قدام. وهذه تجربه، والانسان اللي تيكون مناضل ووطني وما دوزش الحبس راه ما تيسماش وطني. البراءة ديالك انا جات في عيد وطني. هذه هبه ربانيه. يوسف الزروالي تنشكر المغاربه اللي وقفوا معايا كاملين والقنوات اعمال ضروري جوج حوايج. المحسنين ديالي بغاوني في الخير وبغاوني في على الوطن. يوسف هذا هو المهم. تنشكر الامن الوطني اللي في الصراحه الله حقوا معايا 20 يوم. الشرطه القضائيه يوسف الزروالي القهوه كنتوقفوا اليوم ما تيبغي يشدوا مني حتى شي حاجه. انا بغيت تقول لي يوسف حنا القهوه انت خونا وحقوا معايا بادب وباخلاق. عند قاضي تحقيق شهرين وتيحقق معايا، ما هاني ما جرحني، ولكن كل احترام وتقدير للسيد الرئيس. الجلسه تصفيقات حاره على القضاء. وانا تنطلب السيد النبوي يشدوا لي حقي. هاد الناس اللي قال لك فيديو اباحي شوهتني امام مرتي وعائلتي، هاد عيسى في خميسات واخا انا في الحبس. شوف انا في الحبس ولكن النيابه العامه ديال الخميسات تبعات المسطره. فهذا سيدي الحمد لله حنا في دوله الحق والقانون، وحنا راه عندنا مالك ديالنا الله ينصرو والله يشافي علينا. راه تنبغي يوسف كون في المصداقيه ديالك شنو تبغي تقول لهم اليوم؟ وراه ام عائشه كرم الله وقالوا اتهموها بالزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ساحر ومجنون. شوف راه الخير اللي تيقول الخير راه ساهل يديرو، اللي تيقول الخير صعيب. والله سبحانه وتعالى ابتلاني وانا فرحان. انا فرحان بهذا الابتلاء اللي ابتلى الله اللي تيحبني. والله ينصر المغاربه. الله ينصر المغاربه. يوسف اول حاجه هنيئا لكم، مبروك عليك، هنيئا لكم، مبروك عليك والحمد لله. شفتي فيك والحمد لله جميع الصحافه كلهم الحمد لله على سلامتك، لانه السجن ما كنبغيوه حتى شي واحد. هنايا شنو هو الشعور ديالك يوسف؟ شنو هو الشعور ديالك؟ اول حاجه السؤال ديالي اول حاجه هو شنو الشعور ديالك اللحظه الاولى اللي تم نطق انك غتكون متابع في حاله اعتقال وانت كتشوف راسك انك كان من المستبعد انك تكون معتقل بحكم انك ماشي حسب يعني التصريح ديال الاسره ديالك وديالك انك كتشوف راسك ماشي مجرم، انت وطني. شنو هو الاحساس ديالك ديك اللحظه؟ القرار ديال قضيه التحقيق عجبني لانه خصو هادشي يحبس. كان قرار في المستوى كون ما اعتقلنيش قضيه التحقيق هما ديك اللي يسبوا لي والدي 4 سنين وجايين غادي نخرجوا برا غادي نديروا شي حاجه. ما يمكنش واحد الانسان تيقول لك مرض الزرويه تخرج من البار. الانسان اللي ما ماتش على شرفه وعلى بلاده راه ماشي راجل. قرار ديال السيد الرئيس التحقيق كاين في المستوى. الزروالي خصو يتعتقل وهذوك الناس باش شكون مراد الزروالي. واش بان شي واحد قالك عطيتو الفلوس وداها لي خوتي؟ لا شنو الاحساس ديالك شنو هو الاحساس ديالك بعد ما تحكمتي انك بتهمه التشهير ما كانش تهمه ديال النصب والاحتيال؟ شنو هو الاحساس ديالك؟ انا شوف بالنسبه للنصب والاحتيال وخيال الامانه كنت عارف راسي بريء من قبل ما نمشي كاع. لحقاش شوف قالك ما ديرش ما تخافش، لان الله سبحانه وتعالى حاشا باش يحشم واحد الانسان اللي تيجري في الخير. الله تيبتلي العباد ديالو ولكن ما تينتقمش واحد الانسان تيدير الخير. انا كانت عندي ثقه كبيره. شوف كان عندي ثقه كبيره في هيئه القضاء مدينه مكناس بان غادي نخرج براءه في كل شيء، ولكن لا هو حكم عليا ب7 شهور. الراي ديال الرئيس يحترم. كيفاش دازت التجنيه؟ كيفاش دوز يوسف الزروالي اليوتيوبر الشهير كيفاش دوز الفتره السجنيه؟ كيفاش تعاملوا معك السجناء؟ كيفاش تعاملوا معك الموظفين؟ ماشي اي واحد في الحبس راه مجرم. كاينين ناس اصدقاء ديالي غنتوحشهم. لا بكيش على الاصدقاء ديالي اللي خليت في الحبس. ناس راه ماشي اي واحد دخل الحبس راه مجرم. كاين مساكين اللي قدر عليه الله، كاين اللي انسان طيب الله يطلق سراحهم. يا ريت كون يخرجوا معايا ولكن الغالب الله سبحانه وتعالى. كيفاش كتعامل مع الموظفين
كيفاش كان تعامل الموظفين في الداخل معاكم؟ كيفاش كان بحكم انك يوتيوبر شهير؟ الله يعمر هذا كاين شي موضوع نتاخر اليوم عطيونا خونا يوسف شي شويه حتى حنا مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا الان على المباشر بالجمهور يوسف السروالي الحريه نفسك لاله عطانا الحريه يوسف كنشوفوا المناصرين ديالك شنو هو الكلمه اللي تقدر انك تقدر المناصرين ديالك واجي واخوتي اجي المناصرين ديالك اللي تابعوك طيله 3 اطوار المحاكمه وكنشوفوهم الان الله يسمع كاع الناس يساندوني الله يجعل ربي يحل عليهم الغيبان ديما شعارنا الله شنو الاحساس ديالك من مخرج يوسف؟ كي درتي لا قسما بالله هنا الفراس ما فرحتش يوسف الشرف ديالنا راه ما خرجناش الشرف ديالنا راه ما كنشكر المحامين ديالي المحامين ديالي كانت عندي ثقه كبيره فيهم وان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو في قناه يوسف زروير الرسميه على اليوتيوب اللي غادي نشرح فيها 7 شهور كامل يدوز ولكن انا تنفتخر بالمحامين ديالي وتنفتخر بهيئه القضاء ديال قنيطره السي حليم ومدينه مكناس المحامين ومدينه الدار البيضاء اللي المحامي ديالي نعيم العظام والنوري والسيد حليم المهم المحامين كاملين غادي نجبدوهم كاملين الله يعطيك السر عين الصرفه في يدنا الله يعين الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين ماشي فاتحه من عيسى والله يستركم ماشي فاتحه من عيسى واخوتي ديالنا اللي كنساندوها اخوتي حنايا داكشي اللي كنا كنطلبوا ربي يسلمنا يوسف السروالي راه بريء وها هو الحمد لله حتى افتخرنا وحتى كنا كنشوفوا كنفريو الحمد لله الجزائر وجهنا احمر وجهنا احمر لا الصحافه ولا الكبير ولا الصغير وربي انا غنرجع لك الحاجه الى المشاهدين قناه شوف تي في كنشوفوا اجواء من الاحتفالات هنا امام سجن سيدي امام سجن وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما زال لله أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جيت شرفت المدينة جيت شرفت المدينة جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي والصلاة على محمد والصلاة على محمد والصلاة على محمد يا بشير قرات مشاهدي قناه شوف تي في هنا أسرة يوسف السروالي ومناصرين السروالي اللي جاوا يتلقاوه من أمام السجن المحلي تلال هنا بمدينة مكناس فرحة وهستيريا بحضور المحامي الشهير نبيل يا البشير قرات عيني والحمد لله على سلامته الله يرحم الوالدين الله يشافي الناس سيدنا والله يخلي لنا بركه وتنشكر حنا العمراني المسكينه حنا كجمعيه ملكيه المغاربه في اوروبا حنا كجمعيه ملكيه المغاربه ما تنديروش تنديروا وقفات في اوروبا وهذه رساله جهه بوريزاريو عندكم الزرقاء توني في الحبس في اللحظه اللي السروالي كنتي اللحظه اللي كان الاعتراف يعني اللحظه اللي قواتنا المسلحه الملكيه انتصرت مع برقرقرات لو كنتي شنو كنتي غادي ديروا كذلك الاعتراف الامريكي؟ انا تنطلب سيدنا وتنطلب الناس المسؤولين الجنار يحطوني في الصفوف الاولى نموت على بلادي والله امنيه ديالي نموت ندير الخير ولا نموت ندافع على بلادي رغم انك قضيتي هذه العقوبه السجنيه باقي نروح للمواطنه
وانا في قلبك باقي على مالها. انا نقول لك وجدودنا اللي ماتوا في الصحراء وتقاتلوا هذا راه عاد زادني قوه على قوه. والله انا اللي صيفطني للحبس نشكرو. غادي نشوفوا مع الكركرات غادي نشوفوا مع الكركرات. تنشكر الاصدقاء ديالي اللي داروا وقفه في باريس، وتنشكر الجمعيه اللي دارت في فالنسيا اللي هزوا الرايه ضد البوليزاريو. ولا مكان لكم بيننا ايها الفاشلين والصحراء المغربيه. نحن في حماك يا محمد البشير خراج عينيا طابت الجنة وفاحت بالصلاة على محمد طابت الجنة وفاحت بالصلاة على محمد نحن هكذا تم استقبال يوسف الزروالي مشاهدي قناة شوف تي في بحضور المحامي نبيل النوري والأسرة ديالو والأصدقاء ديالو والأم والأب ديالو وكل محبي يوسف الزروالي وكل مناصر يوسف الزروالي. بشعار الله الوطن الملك بشعار الله الوطن الملك سوف نلتقي في يوسف الزروالي. الحاج هادشي كامل كنتي انت اللي بقيتي فيا والحمد لله انا فرحانه لك. وشنو الاحساس ديالك من يخرج ولدك؟ فرحان. هذا النهار كبير عندنا من يخرج يوسف. الله يكثر خير. يلا تبارك الله عليك سير. النهار فرحانه بالجمال. الحمد لله. إذا مشاهدي قناة شوف تي في وحنا باقيين معكم من أمام السجن المحلي تلال. غادي ناخذوا كلمة من طرف محامي يوسف الزروالي. شنو الإحساس ديالكم والموكل ديالكم دابا الآن حر طليق؟ شنو اللي خلاكم تجيو عنده حتى السجن؟ يعني هضره منذ البداية لكم هذا صديق وليس بموكل كما قلت لكم شحال ديال الأخت فاطمة الزهراء. فكنشوفوا بأن الأجواء دابا حاليا واحد الفرحة تغمرني الله أعلم هو اللي حاس بها. اليوم تتاكدوا بان بالفعل يوسف راه هو وطني. علاش؟ بانه عانق الحريه ديالو في يوم ديال الفرحه ديال كافه المغاربه. صحيح. وبالتالي هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان يوسف الزروالي هو وطني حتى النخاع. اليوم فرحه ماشي فقط ديالي وان فرحه ديال كافه المغاربه، سواء لا سيما الانصار ديالو من طنجه الى القويره، فكاملين فرحانين بالاعتناق ديال الحريه. وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وبالعكس كما شفتوا بان اذا كان يوسف الزروالي عنده الانصار بالمئات، اليوم اضحت الانصار بالالاف. فرب ابتلاء تكون فيه واحد النعمه، والحمد لله هو صبر على الابتلاء ديالو وخرج وما زال يردد الشعار الوطني وما زال ياكد بانه عنده حب اكثر واكثر واكثر لا الملك ديالنا ولا الوطن ولا الكافة المغاربة سواء. فهو كما قلت وطني. وهذا الناس اللي قاموا بالتزوير شنو تاخذ في حقهم بالنسبه لهذا؟ الناس اللي داروا التزوير شي هذا الشيء دابا حاليا كيتناقش حنايا في واحد الفرحه. دابا تحاول تبان كتشوش عليا بان ندخلوا في شي موضوع واحد اخر. خليونا في الفرحه ديالنا. شكرا لك استاذ النوري محامي يوسف الزروالي اللي جا حتى هو كذلك الدور ديالو امام السجن المحلي تلال بالعاصمه الاسماعيليه باش يتلاقى الموكل ديالو اللي هو اولا قبل كل شيء فهو صديق ديالي. تمشي معايا ماشي مشكل اللي هو الصديق ديالو. خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نتبعوهم عبر المباشر اللي غادي الان غادي تكون احتفالات في منزل يوسف الزروالي اللي الى حدود الساعه لا زال يؤكد على وطنيته وكيقول لو انه مسكينه هذه
غادي نديك معايا انا وسطك الطوموبيل ما تمشيش انا نسلك انت معايا. واش هو الاحساس ديالك انت دائما كتشوف؟ احنا فرحانين ما بغيتش نركب هكاك. تعال نمشيو فين هو شوف اللي هزك ما بقيتيش نركب تسميه راه طوموبيل هي. هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنشوفوا معنا هذه السيده اللي هي من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي دائما كانت كتآزر يوسف الزروالي منذ يعني اول جلسات ديالو من الجلسه الاولى الى حدود الساعه. كنشوفوها مسكينه رغم البرد وان كنشوفوا يديها. هذه فرصه اننا نوجهوا رساله للمحسنين اللي بغى يقدم لها يد المساعده. غادي نخلو ذكرني برقم الهاتف ديالك بسرعه باش نكملوا. 25 55 75 88 اللي بغى يعاونها راه البرد وحنا يدينا برد وهازين غير التليفون فما بالك على انها كتصب. ها طوموبيل صافي داوها ما نعرف داوها شحال إذا مشاهدي قناة شوف تي في اللي معايا راه بقات الفوق. حنا باقيين معكم تحية شوف تي في. الله يحفظك. شنو الاحساس ديالك من بعد ما خرج يوسف الزروالي؟ تحية بعد الاخت شوف تي في. شكرا لكم جزيل الشكر للقناه ديالكم المتواضعه اللي كانت ديما سهره في هذا الملف الاخ الزروالي. والحمد لله اليوم تنتواجدوا امام السجن المحلي ديال تلال بمدينه مكناس. الحمد لله يوسف خرج بصحه جيده والحمد لله مازال عنده قدره قويه من اجل الوساطه في الاحسان العمومي وكذلك من اجل انصار الفقراء والمساكين في هذه الدوله العظيمه. وتحيه مره ثانيه للاخت شوف تي في على الالتماسه والالتفاته ديالك الحمد لله لكل خطوه في ملف يوسف الزروالي. شكرا لك في جميع الملفات على الطريق. ربما جيتي من فاس اليوم من إفران. شكرا الاخت بارك الله فيك. وتحيه نضاليه للامن الوطني بمدينه مكناس وبالخصوص السيد ولي الامن التعليمات الجباره اللي عطى لجميع الشرطيين من اجلاء الانصار لهذا السعيده. شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنشوفوا انه كاين عدد كبير ديال السيارات اللي جاوا باش يازروا او لا باش يتلقاو يوسف الزروالي في هذه الاثناء. شنو الاحساس ديالكم بعد ما خرج يوسف؟ ديالي صحيحه مالي الله يحفظكم. لكن الحمد لله طلقنا ربي السراح. اللهم لك الحمد خرج براء الحمد لله ما حسناش الله سبحانه وتعالى. نتلاقاو للدار ديال يوسف الزروالي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا هذه بين قوسين من المعاناه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. كنشوفوا ان السيده اللي جات ازر يوسف الزروالي ما لقاتش لي وصلها. سيدي غتوجدوها معاكم انت ما لقى السيده اللي معاقه لا راها تما هي جايه. يعني السيده من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي جات ازر جات تلقى يوسف الزروالي بالفرحات عليها ما لقاتش فاش تمشي. راح زيد نحاولوا اننا نشوفوا لها وسيله فين غتمشي. يعني هذا بين قوسين المعاناه ديال ذوي الاحتياجات في المغرب اللي كنتمنوا انها تكون لهم واحد الالتفاته. خليها تمشي ماشيه حنا ماشيين عاونها عارف انت كتطلعي سميتك. اذا خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في عبر المباشر. كيف كديري هذه تنطويها صافي سيري عاوني عافاك دغيا. خليكم معنا عاوني هزات جلستي ما عجبك الروسه في الدار ديال يوسف صوتت معاه. اذا هنايا هذه بين قوسين مشاهدي قناه شوف تي في كنشوفوا من بعد ما انه خرج يوسف الزروالي هذا السيده من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما لقاتش وسيله نقل فاش غادي تجي. فكنتمنوا انها ندير هذا الله عندها نتمنوا انها تكون التفاته في حق ذوي الاحتياجات الخاصه. فحاولنا اننا نرصدوا لكم المعاناه ديالهم بين قوسين. اذا خليكم معنا غادي نمشيو الان لمنزل يوسف الزروالي. لا شوفي اختي كنديروا طويله معنا الدرب قال لي سيري غنغادي السيده من ذوي الاحتياجات الخاصه والسيد يطلع معايا نكملوا الطريق دابا دغيا. زين يعني نجمعها له هو قال لي بسرعه اختي خليك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في خليكم معنا غادي نتابعوا الان يعني غادي نتبعوا نمشيو للمنزل ديال يوسف الزروالي. كيف اختي صافي لا طق الله. شنو هو الاحساس ديالك من بعد ما انتينا من مناصرين يوسف الزروالي وجيتي رغم انه كاين صعوبه في مسالك يعني باش انك تلقاي عمر الخير ما كيتنسى بنيتي عمر الخير ما كيتنسى. ما لقيتش الطاكسي ما كنت غنجي بكري وما لقيتش الطاكسي اللي تجيبني
عاد هبط للهديم، عاد من الهديم جابوني لهنايا. ودابا يعني لقيتي صعوبه باش انك تشدي الطاكسي، رغم ذلك كتجي، شنو اللي كيخليك انك تجي وانك تغامري بنفسك؟ مزيان وكيدير الخير وكل شيء، كيدير الخير وكل شيء. ديك النهار عاد لقاني انا وجاب لي كريطه ديال الضو ومسكين ودور معايا. كملي. وعطاني الفلوس باش نكون في ديك كورونا، باش نشري المواد الغذائيه وشريتها، وعطاني مسكين باش خلصت الضو وكل شيء. دابا الضو حاليا مشهر 6 ما مخلصاه معنا. كملي الحديث ديالك، وحنايا غادي نشدوا الان الطريق للدار ديال يوسف الزروالي اللي غادي تكون فيها احتفالات الان. يعني اكبر فرحه هي اليوم. انت براسك، خليك معنا، انت براسك يعني قلتي لي انه كنقدم لك مساعده اللي هي كروسه، ولكن ما كتبش انه يكمل لك ربما الحجر ديالها، ياك لالا؟ والباتري ديالها وتعتقل. كملك الله يخليك. فهنايا اليوم يعني حنا كنشوفوا كاين البرد بزاف، وكيف ما قلتي انه ما كاينش يعني مسالك طرقيه، يعني البرد بزاف وما كاينش يعني وسائل النقل عفوا باش انك غتجي. رغم ذلك درتي مجهودات وجيتي حبا في يوسف الزروالي. هنا كنا كنسمعوا انكم كتشدوا الفلوس، واش بصح الهضره هذه؟ ما كاين غير الله، ما كنشدوا فلوس، ما كيعطيوناش فلوس، ما كاين بنيتي غير الله، حبا في الله. هذاك اللي قالها ربي ياخذ فيه. شتي قد ما كيدير الخير تيدخل في قلب بنادم. يعني ما كانت لا فلوس لا حتى شي حاجه. ما كانتش بنيتي ونحلف عليها في الصحاب. حتى حاجه ما كاينش بنيتي من هذا الشيء كامل. ما كاينش. حنا واقفين شتي النهار هو تتقول الليل كامل ما نعساش، تبقى تفيقه حتى الصباح. يعني هادشي كله من الفرحه. ما نستناش انا اي نهار اللي تكون المحكمه ولا يكون هذا. انا كون الصيف ما كانش غنبات في. يعني انا كنشوفوا حنايا عبر المباشر غير باش نهز التليفون كاينه واحد انخفاض في درجه الحراره اللي الصبعان ديالنا ما كانوش قادين نبقاو هازين التليفونات. يعني صبعاننا كما كنقولوا ما بقيتش كنحس بهم، فما بالك انك انت عندك كروسه وكتدفعيها بيدك والبرد. لا حتى دابا ما كنقدرش نسرحهم. انت لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. تنشكروك فاطمه زهره، انت ما شاء الله عليك، انت من اللي الله يرضي عليها. راه بحال عليك هي بحال بنتنا، راه الله يرضي عليها ويسهل عليها. الله يسهل عليك، هذا واجب. دايره اكثر من مجهود. الله يسهل عليك، هذا واجب. والله العظيم بنتي حنا تنشوفوا كل شيء، يعني اقسم بالله من الفجر وانا في الهديم. من الفجر لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم الا من الفجر وانا في الهديم، ما عرفتش فين نجي للدار. اقسم بالله العلي لا حول ولا قوه الا بالله. اذا هنا كنشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، رغم كاين يعني رغم ان كاين العناء، رغم كاين مشاكل، كاين عراقيل، فحسب التصريح ديالهم الانسان اللي كيدير فيك الخير خصك ترجع ليه الخير ديالو، رغم يعني انك غادي يكلفك الكثير والكثير. هنا كنشوفوا ان السيده من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما قدرتش من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما قدرتش يعني تخلى على اختي. حنا جايين قطعي حنا جايين صافي. يعني سيده مشاهدي قناه شوف تي في من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما قدرتش انها تبقى في المنزل ديالها، بغات تجي وتلاقى يوسف امام السجن المحلي تلال جوج اللي كنا فيه قبل قليل. وكيف ما شفتوا معنا على المباشر اللحظه اللي خرج فيها يوسف الزروالي كانت فرحه وهستيريا من طرف اسره يوسف الزروالي والاصدقاء ديالو والمناصرين ديالو والمحبين ديالو، وكذلك حتى كيف ما بين قوسين حتى الناس اللي عندهم معاهم الخصام او الاعداء ديالو، لان غادي يكونوا على الاقل غادي يكونوا فرحوا ليه، لان السجن ما نبغيوه حتى شي واحد. السجن خايب وخايب بزاف، ما تبغيهش العدو كيف ما كنقولوا، رغم انك كتكون يعني خلافات، رغم كيكون كل اي حاجه كتكون الا السجن صعيب وصعيب بزاف. على كل حال مشاهدي قناه شوف تي في وانتم معنا الان على المباشر، غنسجل الطريق لان حنا شفنا يعني شفنا السيارات اللي نقلات اسره يوسف الزروالي وكذلك المحبين ديالو، بانتظار اننا نوصلوا للمنزل ديالو. هنايا الطريق تما ياك. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نقول لكم انتظرونا بعد قليل امام منزل يوسف او في قلب منزل يوسف الزروالي.